السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين على افضل الصلاة والسلام. انا النهارده معايا طماطم، فلفل، جزر، بصل وتوابل، وهنعمل حاجة ولحمة مفرومة، ومعايا هنعمل حاجة حلوة كده وخفيفة وسريعة وطعمها حلو وجميل، أطفالنا كلهم بيحبوها وبيعشقوها. يلا مع بعض. أنا معايا كده الطماطم. نجيب طبق كده ومبشرة، وهبشر الطماطم، ومعايا الكبة هحط فيها البصل، الفلفل، الجزر، وهنحطهم وهنضربهم يبقى القوطة لوحديها هنبشرها، ومعايا الجزر والبصل هحطهم في الكبة ونضربهم لوحديهم، والفلفل هنقطعه. اوكي، هنبتدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده خلاص بشرت ديت وضربت ديت البصل بالجزر لوحده، القوطة اهي عصرناها شرناها يعني، ومعايا الفلفل قطعته. هنجيب طبق كده ومعايا عايزه مصفى صغيره تكون ضيقه كده، وهنحاول بسم الله. معايا كده الطماطم اللي احنا عملناها بشرناها، هحطها كده وهمسكها هعصرها جامد. انا كده ايه عايزه ده بس ايه نضيف كده. هنا كده هحاول ايه هصفي الطماطم حلوه قوي قوي زي ما انتوا شايفين. بصوا الميه اللي نازله منها، انا مش عايزه الميه دي خالص عشان طبعا من كتر الفرم بتاع الطماطم فبتنزل طبعا ميه كتير، فانا مش عايزه الميه دي خالص. كده افضل اعصر فيها لحد اما تبقى معايا اللحم بس من غير ميه. وهنعمل كذلك البصل، بس انا البصل مش فرماه قوي، هوريهولكوا دلوقتي. كده خلاص هجيب الطبق ده احط فيه كده الطماطم بتاعتي اللي هو اللحم عموما، يعني اللي انا ناتج عن القشر اللي طلعته الاول واترمى وبعديها الميه وركنتها. ده كده بس برضو هركن. هجيب البصل اللي انا عملته طحنته كده، اروح منزله برضو كده. معايا مثلا نص كيلو بصل على نص كيلو طماطم، وجزرتين كده متوسطين مع ربع كيلو فلفل
حسب هنا بقى ايه التذوق بتاعكم، انتوا بتحبوا حاجة حراقة او لا، عشان اغلط. فهنا الشطة دي حسب مزاجك انتي، مش عايزينه خالص اوكي عادي، مش هتفرق. بس المهم ان برضه حتى لو هتحطي حاجة بسيطة علشان يدي طعم كده زي ما انتوا شايفين. بصوا انا مش عايزة كده، انا ايه هعصر برضو المية كلها خالص كده. خلاص هجيب برضو احط عليه كده معايا كيلو لحمة دي كده، انا عايزاها كانها على جنب. معايا كيلو لحمة مفروم من عند الجزار، خليه يكون 70% لحمة صافية، 30% أو 20 دهن. بسم الله. كده معايا بقى ايه التوابل بتاعتي. بسم الله. معايا بابريكا، بابريكا حلوة جدا. جوز الطيب وحبهان مطحون، صوابع توابل، ملح، فلفل، والفلفل بتاعي اللي انا مقطعه وركناه. وهنا برضو في مية البصل والطماطم برضو هحيقها ملح وفلفل. وهنا الفلفل اللي انا قطعته هحطه كله. واللي عايزها برضو مش حامية قوي هيشيل منها البذر من الفلفل. ومعايا بقدونس. على فكرة دي مش كفتة، فرجوا بس لاخر الفيديو عشان محدش يقول ان هي كفتة ويقلب والكلام ده كله. لا مش كفتة والله هي بس شبيهة للكفتة. بسم الله. كده ايه خلاص همسك بقى ايه ده وهعجنه كله في بعضه. بسم الله. بسم الله. دخلي كله كده في بعضه، الخليط كده تديله الريحة والطعم وكله. بس يبقى كيلو اللحمة مع النص كيلو بصل مع النص كيلو طماطم مع الفلفل ربع كيلو مع الخضرة البقدونس، عارفة ادوكي كده 2 كيلو 2.5 لحمة، حاجة محترمة كده ده حلوة.
تديكي بقى كده ايه يعني اكلي ايه العيله وعيله العيله، اكلي جيرانك كده، يعني ما تستخسريش حاجه في حد واللي حوالين منك، واللي يشموا عندك الريحه في العماره اديله، ما تستخسريش كده. احنا بس ايه بنقلب حلو قوي عشان عايزين كل التوابل والبصل والفلفل كله 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 في بعضه، والخضره والجزر، كل حاجه حلوه كده احنا حطيناها كلها تبقى ايه. بسم الله ما شاء الله، وصلى على النبي على افضل الصلاه والسلام. حطوا كده لايكات كده وشجعوني ان انا اعمل لكم حاجات حلوه زيكم كده وجميله كده، وحطوها في التلاجة لمدة نص ساعة. خلاص قبل ما اللحمة اتحطت في التلاجة نص ساعة كنت انا ايه عملت الطحينة سلطة الخضرة والسلطة الطحينة، وفتحت العيش وحطيتها في شنطة كده زي ما انتوا شايفين عشان يفضل طري زي ما هو. هتروحي بتاع الفرن وهتقولي له عايزة عيش للحواوشي يتفتح كده بسهولة. طبعا هتفتحي جزء منه كده، مش تفتحيه كله، في اللي بيفتحوا كله ويفتحوا قوي، طبعا انا مش بحب كده، لا هاتي حته بس الايه المطرح تعرفي تدخلي ايديكي بس مش اكتر، كله كده كده كده. تروحي بعد ما تفتحيه تروحي ايه قافله عليه وتروحي ركنيه في قلب الشنطه وتركنيه عشان يفضل طري زي ما هو ما يبقاش. وهنا دي كده اعمل بس ايه ميه الطماطم بميه البصل اللي احنا ركناها، ومعايا زيت. هنجيب بسم الله الرحمن الرحيم فين معايا شنطه برضو تانية، واروح ماسكه كده بسم الله كده وتروحي حاطه. طبعا انا صفيت الطماطم والبصل عشان انا مش عايزاه يجيبوا ميتهم جوه العيش وانا بسويه، علشان ما يبقاش يجيب ميته معايا، يجيب الميه معايا وانا بسوي يطلع وحش مش حلو. وفي نفس الوقت ما تخافيش هيطلع طري مش ناشف، عشان الدهن اللي احنا حاطينه وهنسويه في الزيت، فما تقلقيش هيفضل طري معانا كده. وهحطه في الشمس عشان يفضل طري معايا. بسم الله افردي كده افردي، حطي اللحمه. عايزه تجزئي اللحمه بتاعتك عشان تشوفيها هتطلع لك كام رغيف، اعملي كده ان هي تبقى اللحمه كلها تبقى قد بعضها. يعني مثلا جزئي هاتي صينيه وجزئي كرات كرات كده، مثلا كده كوره مثلا كده وزيها ايه، وحطي زيها وحطي كده وركيني عشان تشوفي انت هتطلع لك كام رغيف، بس علشان انا عارفه الكميه بتاعتي هتعمل معايا قد ايه. فهعمل ده كله وهنخلص. بسم الله. اللي مش متملك زيي او طبعا البنانيت الصغننين الجديد اللي لسه اول مره بيدخل المطبخ وبيتعلم، هيجيب صينيه وهيحط الرغيف عليها كده وهياخد زي ما قلت لكم، هيكور وياخد ويروح حاطط. هيشوف مثلا هيعمل عايز قد ايه، واللحمه تبقى كلها في العيش مقاس واحد زي بعض، ميبقاش حد ياخد اكتر من حد، بس انا عارفه ايدي بتاخد قد ايه لحمه
زي ما انتوا شايفين كده، مليان رغيف ما شاء الله، مش فاضي. اكلي ولادك وجيرانك وعيلتك كده، حاجه تكون ما شاء الله حلوه كده ومليانه. بس عشان انا عارفه ومتملكه ازاي، وعارفه كف ايدي بياخد قد ايه. فهنعمل العيش كله هنا كده. بصوا دي خلصت. بصوا بسم الله ما شاء الله، وليمه عيش، الله اكبر، وليمه. بصوا تعرفوا تعدوا معايا بس مش هنعد، خليهم ببركتهم. هنمسك بقى كده ايه، نعمل كده كده بميه البصل، عشان اللي عايز يسوي في الفرن يسوي، اللي عايز يسوي على الشوايه يسوي، ما ينشفش معاكم خلاص، يفضل طري معاكي وجوسي وكويس. اللي هيعمله على الزيت زي ما انا هعمله يبقى خلاص، ما يعملش خطوة البصل بالطماطم كده. يعني انا هعمل نصه في الزيت ونصه في قلب الشواية. فده اللي على الشواية هو اللي هعمله كده. عشان ما ينشفش معايا ويبقى طالب حلو. وممكن هو على الشواية برضو تروحي عاملاه كده، وبرضو تخليه يتصفى لو في اي سوائل، مش عايزة برضو سوائل كتير قوي فيه كده. خلاص حط هنا طاستين مع الشواية عشان هخلص على طول. هنا فيه زيت وهنا فيه زيت، ومعلية بس عليه. بسم الله. اول ما يسخن اروح حاطه كده زي ما انتوا سمعتوا كده كده، واخليه يستوي، واروح قلب الناحيه التانيه هنا برضو نفس الطريقه. اجيب معلقه هنا كده، اسيبه يستوي. وهنا كمان وانا معليه، وبعد كده اروح موطيه عشان اللحمه من جوه تستوي بتاعتي، مش يتحمر العيش وهو من جوه، لا لازم من جوه كمان يستوي. وهنا بالمعلقه بتاعتي هدوس كده عشان حتى لو فيها حته لحمه مثلا بترجع في مكان ومكان، لا انا واثقه في حاجتي وعاملاها كويس، بس برضه بعتبر بفرد اكتر، وفي نفس الوقت ببطط كله في بعضه عشان يستوي معايا. ايه حاجتين معايا اسعد زي كده، واروح عامله كده. شفتوا اللون بتاعه حلو وذهبي ازاي؟ بس هنقلب برضو تاني شمال ويمين عشان يدي اللون الحلو بتاعه بره، وفي نفس الوقت يكون اللحمه من جوه استوت، ما يكونش لسه اللحمه نيه. هعمل برضه نفس الموضوع
برضو حاطه بقى على الشوايه نفس الطريقه اللي فيه ميه البصل بميه الطماطم بيستوي معايا، وبرضو اقلب شمال يمين. لقيته هينشف معايا اروح حاطه تاني برضو ميه بصل بميه طماطم. لو لقيته بيبتدي ينشف العيش معايا عشان انا عايزاه جوسي طري حلو ما يبقاش ناشف معايا. اللي في الزيت ان شاء الله هيطلع كده كده طري حلو، بس اللي هيحطه في الفرن او هيحطه على الشوايه لا، يحاول ان هو يعني يحط له ميه يقرصه من فوق وتحت بصل، ميه بصل وميه طماطم عشان يبقى كويس معاك ويديك الطراوه بتاعت بره ما يبقاش ناشف وانت بتاكل. وايدك وانت عشان الفلفل وانت بتحطي ايدك ما تحرقكيش بعد كده. اللي بيخاف من الفلفل ولا الشطه ولا الكلام ده يروح ماسك ايده يروح عايزها زيت وشه بظهر كده حلو قوي، وبعد كده يروح ماسك اللحمه بقى ويقلب الفلفل والحاجه ويروح حاشي العيش بتاعه اللحمه بتاعتي علشان ما يتعملش ايدك ما تحرقكيش من الفلفل لو هو حراق او انت حاطه بكميه كبيره وعايزاه يبقى مشطشط في ايدك بعد كده ما تحرقكيش. كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي، شكله يفتح النفس وشكله تحفه 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 وطعمه احلى كمان. لولا ان هو سخن كنت عايزه اوريهولكم، بس بصراحه سخن جدا انا مش قادره امسكه. وهنرش كده شويه خضره عليه كده واللي يدي وهو سخن كده ريحه يبقى حلو قوي. وطبعا لسه بسوي في الباقي وجزء منه طبعا والله فعلا اديته لحد معين يعني برضو. فزي ما قلت لكم والله بجد يعني كيلو لحمه مع البصل مع الطماطم مع الخضره مع الفلفل، الكميات دي كلها ما شاء الله تعمل لك وليمه. وما تخافيش في الاخر هتحسي بطعم فيه لحمه برضو، مش ما فيش لحمه تلاقيه كله خضار، لا طعم الخضار حلو فيه مدي طعم جميل حلو قوي للحمه، مسكره اللحمه فحاجه حلوه وتقدري تدي لاي حد انت محتاج شايفاه ان هو محتاج او شايفاه ان هو عايز يدوق مثلا من حاجتك او كده، او دوقه له عشان لو عجبه تقولي له على الطريقه بتاعتك. كل واحد بيبقى طريقته مختلفه عن التاني في بعض تكات وبعض حاجات صغيره كده. يعني الطعم والله في الاخر هيبقى حلو يعني. وبالهنا والشفا وزي ما انتم شايفين منظره وشكله عامل ازاي تحفه وشكله حلو قوي وريحته تحفه 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 حلو قوي. وعملت سلطه طحينه وسلطه خضراء ومخلل البتنجان بس طلعتهم بره على السفره. وبالهنا والشفا واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين على افضل الصلاه والسلام. وما تنسونيش بقى باللايك ولا تبخلوا عليا باللايك وشير، وربنا يبارك فيكم ويبارك في اولادكم وكل سنه وانتم طيبين.